وهذه الزيادة خوتي العزاز كانت بشكل خاص وبشكل تدريجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، نتمنى من الله كلشي يكون بخير وفي أحسن الأحوال. خوتي العزاز، اليوم جبت لكم واحد الخبر غيكون مفرح أصحاب الفيبر أوبتيك. كما كنعرفوا خوتي العزاز أن اتصالات المغرب عندها جوج العروض في الفيبر أوبتيك، كاين 100 ميغا و 200 ميغا. وهذا الخبر خوتي العزاز أصحاب 100 ميغا في الفيبر أوبتيك أن الاتصالات دايرة في سرعة التحميل 100 ميغا وفي سرعة الأبلود 50 ميغا. أنا حاولت هذا الخبر تنتأكد منه مزيان عاد باش نشاركو معكم. وهذه الزيادة خوتي العزاز كانت بشكل خاص وبشكل تدريجي. غادي يجيو شي ناس غادي يقول لك اودي الشركة راه ما دارت حتى شي زيادة، ولكن اللي خصكم تعرفوا خوتي العزاز ان اي شركة ملي كتبغي دير شي عرض ديالها راه ما كتعموش في دقة واحدة. ان داك الشيء خوتي العزاز انه كيبقى غادي عندهم بشكل تدريجي، كيتم على مراحل، كل مرحلة كتكون في منطقة. وحنا ما بغيناش نشاركوا معكم الموضوع تتاكدوا منه مزيان. دابا تقريبا شي 4 الاسابيع او 3 الشركه انها عمات على الناس اللي مشتركين في هاد الاشتراكات ديال الفايبر اوبتيك 100 ميغا ان هاد الزياده اللي زادت الشركه ديال الاتصالات زادتها بسرعه الابلود. في الاول كنا كنديروا تيست كنلقاو 50 ميغا، ولكن دابا ملي كدير التيست كتلقاها 100، يعني السرعه ديال التحميل وصلت ل 100 وسرعه الابلود 100. وهذه بديره خوتي زوينه من شركه اتصالات المغرب. وهذه الزياده خوتي العزاز الشركه زادتها بدون مقابل، يعني الانسان غادي يستافد منها بدون مقابل، يعني كتخلص داك الثمن اللي كتخلصوا معاهم راه ولا غيبقى تخلص عندك فيكس، ما غاديش تزيد عليه حتى شي حاجه. وهذه النقطه هذه حتى هي كتحسب الشركه، لانك باش غادي توازن ما بين سرعه التحميل وسرعه الابلود راه كتحسب الشركه، يعني نقطه ايجابيه، لانه باقي بزاف الناس كيعانيوا مع المشكل ديال الادي اس ال. وهاد المشاكل ديال الفي دي سي اللي كانوا باغيين يطلقوا حتى هي باقي ما داروا فيها حتى شي حل. وحاليا الناس ديال الفايبر اوبتيك خدامين ومستافدين من الانترنت بشكل جيد، ولكن كتبقى النقطه السوداء ديال الناس اللي ما عندهمش، هما اللي باقيين كيعانيوا مع الانترنت ديال هاد الشركات. مازال نقدروا نقولوا شركات المنافسين انهم داروا واحد الاثمنه مناسبه، غير هو الخدمات ملي كيوقع المشكل اللي باقا ناقصه. وبالنسبه للراي ديالي في هاد الزياده خوتي العزاز، هي زياده مزيانه بزاف بواحد الشكل كبير، خصوصا الناس اللي كيديروا هادشي ديال الجيمنج والناس اللي صناع المحتوى واللي كيابلودي بزاف غادي تنفعوا. تصور ان كانت عندك 50 ميغا كانت خدامه لك مزيان، فما بالك انها ب 100 ميغا، يعني راه واحد السرعه خياليه. وكما كنعرفوا خوتي ان الاتصالات عندها اكبر شبكه ديال الخطوط ديال الفايبر اوبتيك في المغرب. كنتسناو منها انها دير شي عروض في متناول الناس اللي ذوي الدخل المحدود، انها دير عروض في 20 ميغا و50 ميغا، واحد الاثمنه اللي مناسبه، لانه ماشي كلشي الناس يقدروا يديروا 100 ميغا او 200 ميغا، لان 500 درهم ولا 1000 درهم في الشهر راه شويه قاصحه على الناس اللي ما عندهمش. وفي الحالات النادره اللي كيكونوا فيها الناس بسطاء كيدخلوا الفايبر اوبتيك، هو انك تلقى واحد 4 الناس جيران مع بعضياتهم اولا 5 كيتقاسموا داك الخط مع بعضياتهم باش كتنقصوا التكلفه ديال الانترنت. اما بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوها الرسوم راه كتجي مقاصحه، وهي الاغلبيه الناس ما كيفضلوش انهم يديروا
خطوط مشتركه مع الجيران ديالهم. اغلبيه كيبغيو يديروا خط ديالهم خاص، ما يدخل فيهم حتى حد، ما كيبغيو حتى شي واحد يخلص معاهم ولا يخلصوا ليه، لانه مع المده كيقدروا يوقعوا مشاكل، كيولي واحد باغي يخلص وواحد ما باغيش يخلص، وشكون اللي كيولي هاز الهم الكبير هو الشخص اللي مسين العقد مع الشركه، واش غيخلصوا معاه ولا ما يخلصوش معاه. وهي من الاحسن الانسان يدخل خط بشكل فردي، ولا كان في الامكان ديالو 100 ميجا من الاحسن. وهذا ما كان عندنا خوتي في هذا الفيديو، ونتمنى من الله انكم تدعمونا بزر لايك وبالاشتراك، وخليوا لنا شي تعليقات محفزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.